حسام عوار. حسام first of all what a great game. مبروك لها من مباراة كبيرة وقوة شخصية الاتحاد وعودته في المباراة. ما الذي حدث بين الشوطين حتى رأينا كل هذا التغير؟ أعتقد أننا تحدثنا بوضوح في غرفة تغيير الملابس، وبعد ذلك تحدثنا عن كل شيء. قلنا لأنفسنا أننا إذا أردنا أن نفوز باللقب فعلينا أن نظهر وجها مختلفا، وهذا ما فعلناه. فنحن فريق لدينا قوة شخصية وقائدنا كريم يقودنا إلى الأمام بقوة، ورأينا كيف أثر فينا جميعا في الشوط الثاني على مستوى الهجوم والدفاع وعلى كل الخطوط، وكل لاعب كان يهدف إلى نفس الغاية، وهذا هو السر في العمل الذي قدمناه في الشوط الثاني. أظن قوة الشخصية صراحة في هذا الوقت من الموسم أيضا أن تسجل في الدقيقة الأخيرة وتحصل على الفوز، فنحن سعداء بهذا الأمر ونتمنى أن نستمر على هذا المنوال، وأسعدنا جمهورنا. أنت سرقت من السؤال الثاني، شعورك أنت تسجل في مباراة كبيرة في لحظة كبيرة واللحظة الأخيرة ونقاط ثلاث مهمة، فهذا مختلف تماما. صحيح. لكي أكون صريحا أنا أعمل من أجل الفريق، ولكن لما تسجل فهناك سعادة زيادة، واليوم أنا سعيد جدا صراحة، وخصوصا كما قلت لك سعيد للفريق، وضغطنا على أنفسنا لتقديم أكثر ما يمكن، وتعاملنا كفريق متماسك دائما معا لا نستسلم، وأن تسجل في آخر لحظة فهذا إحساس كبير جدا. شكرا لحسام عوار.